يلا بينا تحدي جديد، تحدي 30 يوم استعدادا لشهر رمضان. هنعمل النهارده تخطيط لشهر فبراير. شهر شعبان لازم نستغله صح، واللي ما بدأش او في حاجات وقعت منه في شهر رجب. يلا بقى لسه الفرصة قدامك، روحي بقى هاتي ورقة وقلم وحاجة دافية تشربيها ويلا بينا عشان نبدأ على طول. اول حاجة بعملها قبل ما ببدأ تخطيط شهر فبراير، بعمل تقييم لشهر يناير. بقعد كده مع نفسي بورقة وقلم، بعمل عملية عصف ذهني، بشوف انا حققت ايه، ما حققتش ايه اللي انا انجزته. طيب ايه اللي عطلني؟ لو في حاجة انا كنت محددها وما عملتهاش، ايه الظروف اللي مرت بيا؟ الشهر عموما كان ماشي ازاي؟ وبعمل عملية تقييم للاهداف بتاعتي، بشوف انا انجزت ايه وايه اللي انا ما انجزتهوش، وايه اللي انا بدأت فيه ومخلص، وايه اللي انا اصلا ما بدأتش فيه خالص، وايه الاسباب اللي خلتني ان انا ما ابدأش في الهدف ده. هل مثلا الهدف ده كان صعب عليا او ما كانش مناسب ليا في الوقت ده؟ ابتدي افهم الدنيا فيها ايه، عشان لما اجي احط خطة شهرية جديدة ابقى انا اتعلمت من اخطائي في الشهر الاولاني. انا لما قعدت مع نفسي كده لقيت ان انا انجزت حوالي 60% من الاهداف بتاعتي. وخلي بالكم دي يعني دي نسبة مش قليلة، ده انجاز كبير. حتى لو انا ما انجزتش اغلبية الاهداف بتاعتي، بس انا وصلت للنسبة دي في حد ذاتها انجاز. ما نستقلش ابدا بالحاجات اللي احنا حاطينها او الحاجات اللي انا انجزتها حتى لو كانت حاجة صغيرة. تمام. معظم اللي عندهم اولاد عارفين ان شهر يناير كان فيه امتحانات، وكان في ضغوطات كتيرة ان كانت بداية سنة وكان في امتحانات لولادنا، فكان من الصعب جدا ان احنا نعمل كل الاهداف اللي احنا كنا حاطينها. اول حاجة لازم اعملها ان انا لازم اكون مرنه واكون واقعيه، واكون عارفه ان احيانا ممكن تعدي عليا ظروف غصب عني انا ما اقدرش ان انا احقق كل اللي انا عايزاه. ومش معنى كده ان انا بقى فاشله وان انا اقعد اجلد في نفسي وابتدي ان انا بقى اعذب نفسي بالكلام وان انا ما قدرتش احقق. لا، ممكن وارد يجي عليكي ظرف انت ما تكونيش قادره تحققي مثلا اهدافك. اول حاجه عملتها التقييم بتاعي في الجانب العقلي، انا كنت محدده ان انا هقرا نص كتاب العادات الذريه، وكنت هسمع كتاب صوتي اسمه لاكنود، وفعلا دول انا عملتهم. وانا كنت حاطه نص كتاب لان انا عارفه ان في امتحانات وفي ضغوطات فمش هقدر اقرا كتاب كامل، فانا كنت حاطه هدف واقعي جدا ان انا اقدر احققه. في الجانب الاسري كنت مهتميه بمذاكره ولادي، وكان عندي تنظيف وتنظيم لدواخل البيت بس، لان انا ما بحبش اعمل تنظيف كل مره واحده، فكنت مخصصه شهر رجب اللي هو شهر يناير تنظيف دواخل البيت اللي هي الدواليب الادراج الظرف من جوه، وشهر شعبان التنظيفات بقى الخارجيه. تمام. الجانب الصحي طبعا هو ده اللي انا قصرت فيه جدا، ما خدتش الفيتامين بتاعتي ولا اتبعت يوميا الرياضه. كنت يوم بتمرن ويوم لا، فما كنتش ملتزمه قوي. انا الحمد لله ما سدتش في الوزن ولكن ما خسرتش وزن. تمام. طيب الجانب الروحي، الصلاه والورد القران بتاعي والاذكار، الحمد لله دول كنت ملتزمه عليهم. والدرس الديني كنت حاطه تفسير لجزء عامه، الحاجات دي انا الحمد لله كنت ملتزمه فيها. في الجانب الروحي ما قصرتش الحمد لله. وطبعا مش هننسى تحدي حفظ سورة البقرة. لو ما كنتش شفت الفيديو رجعوا شوفوه بقى عشان اللي ما بدأش يبدأ معانا. انا كنت حاطه هدف ليا ان انا هحفظ 4 صفح من سورة البقرة، والحمد لله برضك دي انجزتها. فيعتبر توتال كده في الجانب الروحي انا ما قصرتش، وفي الجانب العقلي ما قصرتش، ولكن اللي قصرت فيه هو الجانب الصحي. لازم اكون رحيمة بنفسي، ما اجلدش نفسي واقعد اقول انا فاشلة مش هحقق حاجة. لا، اللي احنا بنعمله ده يا جماعة غلط. لازم افهم انا ايه اللي عطلني. يعني انا لو في حاجه انا ما قدرتش احققها لازم افهم ايه السبب اللي خلاني ان انا ما احققش حاجه دي. احنا بني ادمين، وارد ان احنا بيجي علينا ضغوطات او حاجات خارجيه بتخلينا ما نقدرش نحقق اهدافنا. واسباب عدم تحقيق الاهداف ممكن تكون ضغوطات خارجيه زي ما انا لسه قايله، ممكن يكون الهدف اصلا مش مناسب ليا دلوقتي. يعني مثلا دلوقتي في الوقت الحالي مش مناسب ليا الهدف اللي انا حطاه. ممكن تكون الاهداف اللي انا حطاها كتيره جدا فانا مش لاقيه وقت. ممكن تكون السوشيال ميديا مثلا واخده وقتي، ممكن يكون كسل وارهاق مني. فلازم افهم انا ايه اللي عطلني او ايه السبب اللي خلاني محققش اهدافي. واول خطوه بعملها هو كتابه اسم الشهر بقى في تخطيط شهر فبراير، وبعمل تقويم شهري. وقلنا ان التقويم ده بيعرفنا بدايه الشهر هيبدا امتى وهيخلص امتى، وايه المناسبات والمواعيد بتاعتي، لو في اعياد ميلاد. كل الكلام ده بيتضح لي من خلال التقويم الشهري اللي بعمله. وبعد كده بحدد المواعيد الاساسيه الثابته بتاعتي، لو في عندي مواعيد مناسبات اعياد ميلاد، مع الدرس مع التمرين، مع
دكتور، اي ميعاد مهم، ببتدي ان انا اسجله في نفس الصفحه او في الصفحه اللي قصادها. وبعد كده ببتدي اكتب اهداف الشهر بشكل عام، انا عايزه اخلص ايه الشهر ده. واول سؤال طبعا بساله ايه هو الطابع المسيطر على شهر فبراير. هنلاقي طبعا ان ده شهر شعبان، فاحنا لازم نعمل استعدادات قويه جدا لشهر رمضان. فهيبقى ده الهدف الاساسي بالنسبه لي، ان انا استعد لشهر رمضان من شهر شعبان. ده هيكون اول هدف بالنسبه لي، هو الاستعداد لشهر رمضان المبارك. انا كنت عملت فيديو اسمه تحدي ال90 يوم، كنت بتكلم فيه بالتفصيل عن ازاي نستعد روحيا لشهر رمضان، واتكلمت فيه عن الجانب الروحي بشكل تفصيلي. لو ما كنتوش شفت الفيديو ارجعوا شوفوه، هتستفيدوا جدا. وده يكون مبدأ حياتنا على طول، يعني ده يبقى لايف ستايل حياتنا، مش بس عشان رجب وشعبان ورمضان، على طول نمشي على المبدأ ده. ولكن انا هنا في شهر شعبان مش بس عايزه استعد روحيا لشهر رمضان، انا كمان عايزه استعد ماديا. يعني اشوف بقى اجهز الاكل، اعمل تنظيفات البيت، لو في مشتريات هجيبها لشهر شعبان وشهر رمضان، زينه رمضان، كل الحاجات دي احنا بنجهزها من شهر شعبان. واول حاجه هنتكلم عنها هي الجانب الروحي، مش هتكلم فيه بقى بالتفصيل، ارجعوا للفيديو اللي انا قلت لكم عليه، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت. ولكن بالاختصار هنشوف الصلاه بتاعتنا، القران، الاذكار، الصيام، ونبتدي نزود حته صغيره على المستوى اللي احنا واقفين فيه. لو ما احنا لسه ما ابتدأناش يبقى نبتدي باقل حاجه اللي هي الحاجات الاساسيه. تمام. طيب الجانب العقلي، انا هخلص بقيه كتاب العادات السريه، وهسمع كتابين ليهم علاقه بشهر رمضان، ماذا نريد من رمضان، ورمضان بدايه حياه. دول كتابين صوتيين ان شاء الله هسمعهم في شهر شعبان. والجانب الصحي بقى هحاول ان انا التزم واركز عليه اكتر، لان ده اللي انا كنت مقصره فيه في شهر رجب او في شهر واحد. فهبتدي التزم بالفيتامين بتاعتي وبالتمارين اكتر، اتمرن اكتر، واحاول ان انا اوصل للوزن اللي انا عاوزاه. في الرعاية الذاتية هحاول ان انا اركز على التدوين والامتنان والعناية الشخصية. انا طبعا العناية الشخصية الحمد لله ما بعملهاش متبع، لان خلاص بقت روتين بالنسبة لي ثابت. ولكن التدوين والامتنان هم اللي احيانا يعني احيانا بتيجي عليا ايام بنسى اعملهم، فهعمل لهم هابت تراكر. طبعا اي عادة مش مثبتة معانا لازم نعمل لها هابت تراكر عشان نتتبعها. تمام. طيب التعلم الذاتي، بصراحة انا مش هتعلم حاجة جديدة، انا هراجع على جزء كنت اخدته السنه اللي فاتت في اللغه. انا يعني بذاكر لوحدي انجليزي، فهعمل مراجعه لان ما عنديش وقت ان انا اخد اي حاجه جديده، فانا هعمل بس مراجعه علشان بعد رمضان ان شاء الله ابتدي اخد الجديد. تمام. طيب طبعا مش هننسى التحدي بتاعنا بتاع حفظ سوره البقره، هيبقى عندنا 4 صفح بردك كل اسبوع صفحه شهر شعبان. اللي قادر يزود عن كده يزود، بس انا بتكلم على استطاعتي انا، وكل واحد على حسب ما هو قادر. طبعا لو ما شفتوش الفيديو ارجعوا شوفوه عشان هتستفيدوا جدا. ولازم نعمل هابت تراكر للعادات بتاعتنا وللعبادات بتاعتنا، علشان نبتدي نشوف احنا ايه اللي احنا ملتزمين عليه، وايه الحاجات اللي بتقع مننا وما بنلتزمش عليها. فيبقى هي ديت اول حاجة نعملها في يومنا علشان ما ننساش او نسوف او نكسل. وضروري نعمل قائمه للمشتريات بتاعتنا بتاعت شهر شعبان، يعني حاجات انت هتجيبيها الشهر ده، وكمان تجهزي منها حاجات لشهر رمضان. ونحاول ندبر ونوفر يا جماعه. اغلبنا بيصرف كتير جدا في شهر رمضان بالرغم ان هو شهر الصيام. انا عارفه ان طبعا فيه عزومات وبنعزم بعض وكده، بس برضك لازم ندبر ونوفر شويه. تمام. طيب بعد كده هقسم المهام بتاعت الشهر اللي انا حطاها، الاهداف بتاعتي، على ال4 اسابيع. وكنت عملت لكم فيديو اسمه التخطيط الاسبوعي، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، ارجعوا شوفوه عشان تفهموا ازاي بنقسم اهداف الشهر على الاسابيع. هيكون مفيد ليكي جدا لو انت لسه مبتدئه في التخطيط. طيب ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لكم ازاي نستعد نفسيا وروحيا وماديا لشهر رمضان المبارك. هتكلم بقى بالتفصيل، احنا كده حاطين الاهداف بتاعت الشهر. الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي هينزل بعد ده هكلمك بقى ازاي تجهزي بيتك، ازاي تحضري الاكل بتاعك، ازاي تستعدي انت وولادك لشهر رمضان. استنوا بقى الفيديو اللي جاي عشان هيعجبكم جدا. ويا ريت تشاركوني خطتكم لشهر شعبان، لو عندكم اي اضافه او اي نصيحه تقدروا تقولوها لي، كلنا بنستفيد من بعض. فيا ريت تكتبوها لي تحت في التعليقات علشان نستفيد من بعض، وعشان كمان نشجع بعض. ويا رب بقى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم. وما تنسيش طبعا ادومها وانقال. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لي سبسكرايب وتشتركي في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وتعملي لي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني جدا. يلا باي.